تخيل وحدة أمريكية تعرض عليك آلاف الدولارات بس علشان تقعد معاها، وش تسوي؟ خالد شاب بسيط يوصل أكل، لكن رده كان صدمة، مو لأي أحد. اسمع القصة اللي قلبت حياتهم كلهم فوق تحت. في هالقصة الواقعية رح نعيش مع خالد، شاب بسيط يشتغل في توصيل الطلبات، بس حياته كلها تنقلب بلحظة واحدة لما يواجه اختبار صعب في أمريكا. خالد شاب مؤمن، سافر أمريكا يشتغل ويدور لقمة العيش بالحلال. كل يوم يوصل الطلبات ويتعب علشان يعيش بكرامة. لكن في يوم توصله طلبية في حي راق، ويقابله موقف ما كان يتوقعه أبداً. إليزابيث، سيدة أمريكية غنية، تفتح له الباب وتبدأ تسأله عن حياته. بعدها تعرض عليه عرض مغري، آلاف الدولارات مقابل إنه يقعد معها فترة من الوقت. هي ما قالتها بصريح العبارة، لكن نظراتها وكلامها ما كانوا يحتاجون توضيح. خالد وقف مصدوم، تفكيره شتت. أحتاج الفلوس، بس هذا ما هو طريقي. هو ما بس رفض، خالد بكل احترام قال لها: أنا مسلم وهذا الشيء ما يجوز لي. يمكن تشوفينه بسيط، بس عندي مبادئي وديني ما يسمح لي. إليزابيث استغربت، أول مرة تشوف أحد يرفضها خصوصاً بهالشكل. سألت نفسها: وش اللي يخلي هذا الشاب يتمسك بدينه بهالطريقة؟ من بعدها صارت تتابع تصرفاته، تسأله عن الإسلام وتقرأ عنه بنفسها. مع الأيام إليزابيث تغيرت، صارت تراجع نفسها وتفكر بحياتها، بوحدتها، بفراغها، بقيمها اللي ضاعت. تواصلت مع خالد بعد فترة، بس هالمرة ما كانت تعرض فلوس، كانت تبغى تسأله: وش الشيء اللي يخلي الإنسان يحس بالرضا حتى لو كان فقير؟ جاوبها خالد بكل هدوء: الرضا يجي من القرب من الله، مو من الفلوس ولا العلاقات الزائفة. وكانت هذه بداية قصة جديدة، مو بس لخالد، حتى لإليزابيث اللي بدأت تفكر تعيش حياة مختلفة. قصة خالد تذكرنا إن الإيمان مو بس كلام، هو موقف، والثبات على المبادئ ممكن يغير مو بس حياتك، حتى حياة غيرك. إذا أثرت فيك القصة، اضغط لايك واشترك في القناة، وقل لنا في التعليقات: لو كنت مكان خالد، وش كان قرارك؟